أيا خلينا نسمع مع بعضنا فيش تحكي بشرى. أنا نقولها من قدام الرأي العام وتوانسة الكل. أنا كان 30% المحكمة عندها سلطة، 30% مش سلطة كاملة. أنا نروح ونقف قدامها. ديما متعبين يا جماعة الباكلاتر. السؤال اللي يطرح نفسه كيفاش باش تحسبوها 30%؟ بالستاتيستيك، بالبروبابيليتي، بالستوكاستيك؟ يا سيدي نفرضوا لو كان نجمنا نبنيو نموذج رياضي مثالي باش نعملوا حساب منطقي وموثوق. ومن بعد أصدقائي لازم تعرفوا اللي الرياضيات والمنطق يفقدوا معناهم في سيستم فاسد ومزور. بلغة أخرى مفهمناش منطق في نظام الغش. كلامي البشرى ولأي إنسان نجم يهرب جلده من نظام القمع الأناني اللي يحكم فينا من وقت البي وبرقيبة وبن علي وللنهضة وقيس سعيد. حتى وكان يوعدكم بقضاء محايد بنسبة 99%، ما ترميوش روحكم للتهلكة. ليه عاد دكتور ما فيه 99% طيارة؟ شنو توا؟ نعطيكم مثال. لو كان ناخذوا 100 قاضي وعلى هال100 قاضي فما 99 قاضي محايد وواحد بركة مبيوع، وباش نعملوا قرعة باش نخرجوا قاضي بالزهر يحكم على سجناء الرأي والسياسة، وانتي اللي تتفرج فيا لازم تعمل اختار. كان باش يتيح القاضي محايد ولا القاضي المبيوع، وكانت تجيبها قد تربح جائزة، وكان تخسر يتحكم عليك زاد انتي بالحبس. شنو تختار؟ بس باش نختار قاضي محايد لوجيكمون سي بلو بروبابل كوا. لقد وقعت في الفخ. في سيستم فاسد كان يعينوا لك قاضي محايد نضغطوا عليه ونردوه مش محايد، وكان ما رضخش نبدلوه بقاضي مش محايد. بلغة أخرى يا بشرى، اقعد في بلاد يعبدوا رسول الله تلقى حقك أكثر من بلاد يعبدوا فيها عبد الله. جرب يسكت علينا دكتور، انت مش ديما تقول اللي يغلط يخلص، انت منين تعرفها انت بشرى بريئة مثلا؟ النهضة وجماعتهم ينجموا يعملوا مؤامرة مع الناس الكل بما فيهم قيس سعيد، إلا بشرى على خاطرها تمثل كل شيء تكفر به النهضة وهالمجتمع الذكوري المعقد. وكي تطلع من برا جابتها فيمينيست ومن داخل اخوان جاية. You serious?